ازيكم؟ يلا بينا سريعا نعمل فرايد تشيكن او فراخ كنتاكي. الاطفال بيعشقوها وكمان الكبار بيحبوها جدا. هقولكوا ازاي تطلعها لونها حلو واللحم يكون مستوي من جوه، ودي اهم حاجه، ومقرمشه جدا من بره. اسمعوا كده الصوت. فتحتها لكم كمان من جوه عشان تشوفوا قد ايه اللحمه دايبه، قد ايه لونها حلو، مفيش دم خالص من جوه. تعالوا اقول لكم بقى شويه تفاصيل والتركات هتطلعوا بيها احلى فراخ كنتاكي. هنجيب 2 لتر من الميه، معلقتين كبار من الملح، معلقه صغيره من السكر، بصل وتوم باودر، وكمان بابريكا وشويه شطه صغيرين جدا، فلفل اسود وورق لورا وعصير ليمونتين. هنقلب بقى كويس جدا عشان بس التوابل كده تدوب مع الميه. هنجيب بقى هنا الدبابيس بتاعتنا. لما نيجي نطلبها حجمها صغير او حجمها متوسط، لكن ما نطلبهاش ابدا حجمها كبير عشان تتبل كويس وتستوي معانا كويس. هنا انا غسلها بميه وملح وليمون، مصفيه كويس جدا من الميه. وهنعمل بقى كده فتحات بالسكينه زي ما انتوا كده شايفين، عشان التتبيله تدخل كويس جدا في الفراخ، وكمان عشان تستوي معانا كل قطعه في الفراخ تكون مستويه معانا كويس. وهنا بقى نخلي بالنا جدا لما نيجي نقطع للاخر، لكن ما نكسرش العظم معانا بالسكينه، عشان لو كسرنا العظم بالسكينه هتفضل تنزل دم لاخر لحظه، مهما نغسلها هتفضل تنزل دم. فاحنا عايزين بس كده نقطع اللحم نوصله بس للاخر، لكن ما نكسرش العظم معانا. كده تمام جدا. هننزلها بقى في التتبيله بتاعتنا الحلوه، وهنخليها ليله كامله في التلاجة. كل ما تخلوها في التتبيله وقت اكبر، كل ما تكون الفراخ معانا تستوي حلو جدا، كل ما تكون شاربه من التتبيله، كل ما تكون حيه اكتر. فاقل حاجه تسيبوها 6 ساعات، لكن ما تسيبوهاش ابدا اقل من كده. بعد كده انا سبتها ليله كامله في التلاجة وطلعتها، وهنا بقى هنصفيها تماما. طبعا هي مغسوله كويس جدا، فمش هنغسلها تاني، احنا بس هنطلعها من التتبيله ونسيبها تصفى شويه، نص ساعه مثلا كده تتصفى من الميه. بس هنا بقى هنجيب كوبايتين من الدقيق، والبهارات اللي احنا هنستخدمها، ومعلقه كبيره من البيكنج باودر، والبهارات اللي هنستخدمها ملح وفلفل اسود وثوم وبصل باودر وبابريكا، وشويه من بودره الزعفران، وكمان شويه معلقه صغيره من الماجي الفوريه بس، وربع كوبايه من النشا. هنقلب بقى كل الخليط ده كده مع بعض كويس جدا، وهنجيب ميه تكون مثلجه نحطها قبلها في الفريزر، او نحط فيها شويه تلج. هنا بقى هنجيب قطعة الفراخ وهنغلفها كويس جدا بالدقيق، يعني ما نسيبش ولا حتة في الفراخ تكون ما فيهاش دقيق. بعد كده هننزل في المية الساقعة. المية الساقعة هنا مهمتها ان هي بتخلي الدقيق يمسك كويس جدا في الفراخ. بعد كده هنرجعها تاني للدقيق، وبص بقى التعرجات اللي هي في الفراخ ديت هي دي بتديها الشكل حلو. واللون الاصفر ده لون بودرة الزعفران. تروح عند العطار وقولوا عايزين بودرة زعفران، تحطوا يعني اقل من ربع معلقة، بيديها لون حلو جدا. وبعد كده جاهزه معانا بقى، نكون محضرين زيت غزير. ويا جماعه مجرد ما نغلفها بالدقيق كويس قوي، ننزل بيها في الزيت على طول، يعني ما نعملهاش في الدقيق وبعد كده نركنها على جنب شويه، لا، مجرد ما عملناها بالدقيق ننزل بيها في الزيت مباشره يعني. وهنا معانا زيت غزير ويكون سخن. وبعد كده بعد ما يسخن كويس جدا هنخلي النار على نار متوسطه، وهننزل بالفراخ عشان ما نخليش النار عاليه قوي وتستوي بسرعه من بره وتلاقوها من جوه بقت نيه، لا، تاخد بقى لون من فوق ومن تحت. بعد كده نهدي النار ونغطيها لمدة ربع ساعة. بعد ربع ساعة نشيل الغطا ونعلي النار تاني، عشان احنا بنيجي نوطي النار بتطرى. فلما تستوي معانا هنبدأ ان احنا نرفع الغطا ونعلي النار تاني، هتلاقوها قرمشت تاني بسرعة جدا. بصوا يا جماعة بجد لونها خطير، مقرمشه قوي، مستويه جدا من جوه، بجد خطيره. بس امشوا على نفس التركات ونفس التفاصيل اللي قلت لكم عليها، هتطلعوا احلى فراخ كنتاكي. مقرمشه جدا من بره، مستويه جدا من جوه. بصوا لونها بقى والتعرجات اللي فيها دي شبه جدا الفراخ الجاهزه من بره، لكن طعمها احلى وانضف. كفايه ان احنا عاملينها بايدينا في البيت وبناكلها واحنا مطمنين جدا، ما فيهاش دم ابدا من جوه. هفتحها لكم دلوقتي وهتشوفوا زي ما اول الفيديو كده، يعني نظيفه جدا. فجربوها لولادكم، صدقوني هيتبسطوا جدا. ممكن بقى تعملوا معاها، انا عملت كميه كبيره جدا بس للاسف كل ما اطلع ياخدوا شويه، كل ما اطلع ياخدوا شويه، فما عرفتش اعرض خالص الكميه اللي انا عملتها. انا كنت عامله كميه كويسه ما شاء الله، بس اتاكلت 3/4 يعني. بصوا قد ايه هي مستويه ولونها حلو، وكمان بودرة الزعفران مدياها لون حلو جدا. وكمان هنا يعني كانت بقالها شويه معموله، وكانت برضو لسه مقرمشه، عشان مطلعينها على مصفى مش مطلعينها على مناديل. جربوها واكتبوا لي رايكم في كومنتات، واشوفكم في فيديو جديد، وباي باي.